بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الجوية المرتقبة خلال هذه الليلة وصبيحة الغد. إذن عودة الاستقرار الجوي على المناطق الشمالية من الوطن، لكن تبقى الأجواء باردة نسبيا على المناطق الساحلية، كذلك بالمدن الداخلية استمرار تساقط لبعض الثلوج على بعض المرتفعات الشرقية التي يزيد علوها عن 700 متر إلى غاية منتصف نهار اليوم. إذن درجات الحرارة خلال هذه الليلة تصل إلى درجة واحدة على كل من سطيف، قلمة، سوق هراس، قسنطينة، كذلك على مناطق الهضاب العليا الوسطى وكمنطقة تيسمسيل، بويرة وتيزيوزو. درجة واحدة تحت الصفر على تلمسان، تيارت والبيض. 10 درجات بوهران ومستغان ومسجل. 13 درجة بالعاصمة بومرداس، تيبازا. 7 درجات بمنطقة عنا بطارف والقلعة. 3 درجات تحت الصفر على مناطق شمال الصحراء كبسكرة، كذلك بورقلة وحسم سعود. 7 درجات على أدرار رقان منطقة تمناس. 3 درجات تحت الصفر على جانات، نسجل 5 درجات بمنطقة إليزي و8 درجات بأقصى الجنوب الجزائري. حالة الطقس غدا بإذن الله، إذن أجواء مستقرة، عودة الصفاء على كل المدن الشمالية من الوطن، لكن أجواء باردة نسبيا على المناطق الشرقية الوسطى وكذلك الغربية. سماء عابرة كثيفة وبدون فعالية على بعض المناطق الداخلية الوسطى كذلك الشرقية إلى غاية مناطق الواحات، وسط الصحراء إلى منطقة الصوراج، والصافية تماما ومستقرة على باقي ولايات الجنوب. إذا درجات الحرارة المسجلة خلال الظهيرة، ظهيرة الأحد بإذن الله، تصل إلى 17 درجة بجزائر العاصمة، على البليدة، على بومرداس، تيبازا، وصولا إلى وهران ومستغانم، نسجل 7 درجات على كل من تيارة البيض، نعامة، مشرية، كذلك بتيزيوزو، البويرة، نسجل 6 درجات على سطيف، بورجبوريش، قسنطينة وقلمة، نسجل 15 درجة بعنب، 14 على باتنا، خنشلة، ميلا، كذلك وادسوف، وصولا إلى شمال الصحراء على بسكرة، 15 درجة بمنطقة تيميون، 17 بتندوف، 10 درجات على بشار، 24 درجة كأعلى مقياس نسجلها بمنطقة أضرار رقان، كذلك بأقصى الجنوب الجزائري على برج بجي مختار وعين قزام، 18 درجة بتمناس نسجل 14 بجانات، 13 درجة على منطقة إليزي. حالة البحر إذا غدا بإذن الله البحر سيكون هادئ تماما على طول الشريط الساحلي. إذا حركة الرياح راح تكون شرقية إلى شمالية شرقية بالسواحل الشرقية، وبالنسبة للسواحل الوسطى والغربية سرعة الرياح تتراوح ما بين 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة. نختم النشرة بالمعلومات الفلكية لوقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها. أشكركم على كرم إصغائي والمتابعة، إلى اللقاء.